السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. القصه ديال اليوم قصه واقعيه وقعت في الصيف ديال 2008 بالضبط، في واحد الحي من الاحياء الشعبيه المعروفه بمدينه اكادير. القصه ديال اليوم كتشبه لشي سيناريو ديال فيلم رعب. كنتمنى انكم تصنتوا مزيان القصه من الاول حتى الاخير. وقبل ما نبدا دائما ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. للاسف الشديد هاد الواقعه وقعت بالضبط، والناس اللي عاشوا او سكان المنطقه اللي عاشوا هاد الحكايه البطله ديالهم ضحيه، ماشي مرأة عاديه. هاد المرأة سميتها سعيده، اسم مستعار بطبيعه الحال، عندها 45 عام. المرأة اللي كانت كتحكم الحي بنظره وحده، اش نقولوا ديك الشكل ديال المرأة الباترونه في الحي. دارها مفتوحه اللي يسوى واللي ما يسواش، ومعروفه بلسانها الطويل وشخصيتها القويه اللي ما تتفكش مع شي حد. كانت عايشه بوحدها، كتقول للناس انا مقطوعه من الشجره، ولكن دارها كانت ديما عامره بالحركه المشبوهه. وبدون الدخول في تفاصيل، يعني كانت مرة ما مزياناش. دارها ديما عامره بالبنات والرجال اللي كيدخلوا يتخباو من عيون الناس. ولكن في واحد الصباح المشؤوم الحركه توقفات. الزنقه بدات كتعمر. واحد من الجيران سميتو جمال، مول السناك اللي قريب ليها، كان يلاه كيحل المحل ديالو، حتى سمع غواز كيخلع جاي من دار سعيده، هاد الباترونه اللي حكيت لكم عليها. صوت مرا كتغوت بجهدها: عتقوا الروح، عتقوا الروح، راه سعيده قتلوها. جمال والجيران جراو كيطيروا. الباب ديال دار سعيده كان مترع. دخلوا لوسط الدار وتما شافوا المنظر اللي ما عمرهم ينساوه. سعيده، ديك المراه اللي كانت كتخلع الرجال باش لاغمهم، كانت طايحه على وجهها وسط الصاله، غارقه في واحد البركه ديال الدم. الدم كان خارج من صدرها وكيسيح على الارض. الناس تصدموا. جمال هز التليفون وعيط للبوليس: الو، راه حنا عندنا جريمه، روح في الحومه مقتوله. البوليس جاو بسرعه ومعاهم الشرطه العلميه، طوقوا المكان بالسينتاسيك الصفراء اللي كيديروا عاده. المحققين دخلوا وبدات المعاينه الاوليه. الضحيه تلقات طعنه وحده قاتله ومباشره في الصدر جهه القلب. هادشي كيعني ان القاتل كان قريب منها بزاف وما عطاهاش فرصه تدافع على راسها. البوليس لاحظوا معهم الشهود ان سعيده كانت معروفه بالذهب، ديما لابسه الخواتم الدبالج، الكورميط غليظه في عنقها. ولكن في الجثه الذهب ما كاينش، يديها خاويه وعنقها خاويه، وكاينين اثار في جلدها كتبين ان الخواتم تحيدوا منها بالزز او بعد الموت نتاعها. الباب ما كانش مهرس، يعني القاتل دخل بالرضا ديالها وكان الباب مفتوح. السؤال الاول اللي طرحوا الكوميسير: شكون هاد السيده اللي لقات الجثه وغوتات؟ كانت وحده سميتها خديجه. خديجه ملي زيروها في الهضره اعترفت: الشاف انا كنجي نكري من عندها الدار باش راكم فاهمين، واليوم جيت نعلمها بلي غنجيب كليان في العشيه. لقيت الباب محلول، دخلت ولقيتها مقتوله. شكون هاد السيد اللي قتل الشافه نتاع الحي كله اللي معروفه بها باترونه؟ حتى واحد ما كان كيقدر يهضر معاها ولا يتكلم معاها. شكون اللي تجرأ وضربها بطعنه في صدرها؟ هاد القصه مشوقه جدا، وكنتمنى انكم تكملوا معايا الاحداث تالها، الاحداث نتاعها حتى للنهايه. البوليس جمعوا المعلومات من الجيران وكل شيء جمع على اسم واحد: سمير. شكون هو هاد سمير؟ سمير هو خضار، كان مصاحب مع سعيده، ولكن مؤخرا ناض بيناتهم صداع كبير حيت حس لها كتخونو. الجيران قالوا للبوليس شهاده خطيره: الشاف راه هادي 20 يوم جا سمير في نصاصات الليل، كان سكران وهاز الزموس وبقى كيضرب في بابها وكيغوت: والله يا سعيده وما تخرجي تنصفيها ليك، والله لا دوزتها ليك، كون ما شدوهش ولاد الدرب كون قتل هذيك الليله. هذه كانت الشهاده ديال جميع الجيران اللي كانوا قراب ليها واللي بعاد عليها. يعني التهمه كانت لابسه سمير. من بعد الخيانه ديالها كان هو
السبب باش قتلها. البوليس قالوا صافي لقيناه، الدافع كاين، الانتقام والغيرة والسلاح الجريمة هو الموس. كان هزو والتهديد موثق. مشاو جابوا سمير من المحل ديالو، دخل لغرفة التحقيق وهو كيترعد. الضابط قال لسمير بواحد القوة: سمير، سعيدة مات مقتولة وانت اللي هددتيها، اعترف وخفف على راسك. سمير تصدم: مات؟ والله الشف ما قصتها، بصح هددتها شحال هادي، ولكن راني نسيتها وبديت صفحة جديدة. واش سمير كيكذب؟ واش هو اللي دخل عليها وسرق الذهب باش يموه الجريمة؟ ولكن تقرير الطب الشرعي والتحريات التقنية غادي يقلبوا الطاولة. البوليس اكتشفوا أن سمير عنده حجة غياب. في ذاك النهار بالضبط وفي هذاك الوقيته سمير كان كيجيب الخضرة من واحد المحل بعيد، يعني التهمة ما بقاتش لابسة سمير. البوليس رجعوا لنقطة الصفر وبداو كيقلبوا في البصمات اللي ترفعت من الدار. لقاو عشرات البصمات، حيث الدار كانت وكر ديال الدعارة، ولكن وحدة منهم بصمة ديال واحد البنت سميتها أحلام، هي اللي غتكون الخيط اللي غيجر المصيبة الكحلة ديالهم كلهم. هذيك البصمة ديال أحلام كانت مغطية على البصمات كلهم، يعني كانت هي الرئيسية في هذاك الشيء كله. أحلام غتجبد اسم واحد البنت أخرى، بنت ومقهورة وفقيرة، ولكن ما شاء الله رائعة الجمال، سميتها زينب. علاش زينب مشات عند سعيدة؟ وشنو هي الصفقة ب4 المليون اللي تحولت البحر ديال الدم؟ الحقيقة ديال هاد الجريمة أغرب من الخيال، والدافع ديالها غادي يصدمكم. جابوا أحلام مولات البصمة، زيروها في التحقيق: اشنو علاقتك بسعيدة؟ واش انتي اللي قتلتيها؟ أحلام نهارت بالبكاء وتتبكي بواحد الشكل كبير، وقالت جملة قلبت جميع الموازين: الشاف، أنا ما قتلتش، ولكن أنا اللي عرفت سعيدة بزينب، أنا اللي ديتها ليها. البوليس سولو: شكون هي هاد زينب وعلاش؟ أحلام عاودت القصة لسعيدة. الضحية كانت كتقلب على بنت جديدة اللي هي سعيدة، كانت كتقلب على شي بنت باقي فريش كيف كنقولوا، تكون زوينة وصغيرة وبنت دارهم، يعني ماشي محترفة هاد المهنة ديال الدعارة، باش تقدمها لواحد الشخصية اللي كليان غني بزاف وعنده الفلوس مقابل واحد المبلغ كبير. أحلام اقترحت عليها زينب بنت جارتهم اللي حالتها المادية تحت الصفر تقريبا، الناس بساط بزاف وما عندهمش. البوليس مشاو لدار زينب، لقاو بنت في مقتبل العمر، الملامح ديالها بريئة جدا، والفقر باين في جوانب الدار. غير شافت المينوط وشافت البوليس ومسكينة سخفات وطاحت وكتبكي، ما حاولتش تنكر ولا تهرب، قالت ليهم بلسان ثقيل: انا اللي درتها، انا اللي قتلتها، ولكن هي اللي جنات على راسها، هي اللي كانت الدافع ديالي باش قتلتها. انا غادي نحكي لكم القصة كاملة. زينب تزادت وكبرات في واحد العائلة فقيرة بزاف، ما عندهمش، ما كيلقاو ما ياكلوا، هي وربعة ديال خواتاتها. كبرات وهي كتشوف الحرمان في عيون خوتها وفي عينيها، ما كتلقى ما تلبس، ما كتلقى ما تاكل. كاينين الليالي بزاف اللي كتنعس وهي كترعد، وكتشوف صحاباتها كيلبسوا وياكلوا وهي كتقاتل غير على طرف د الخبز. كانت كتقلب على اي فرصة باش تعتق راسها وعائلتها. جاها العرض من عند احلام اللي كانت بنت الحرام، معروفة انها كتجيب الناس والبنات لهذيك سعيدة. قالت ليها كاين واحد السيد لاباس عليه باغي يدوز ليلة وحدة، والمقابل هو 4 المليون، يعني 40,000 درهم ليلة وحدة. قالت لها غادي تبدل حياتك كلها وغادي تخليك غنية ولاباس عليك وتمشي تشري اللي بغيتي. المبلغ كان بالنسبة لزين بثروة، الطمع والاحتياج عماو ليها البصيرة. وافقت سعيدة الباترونة، هي اللي نسقت كل شيء، صيفطتها عند السيد. زينب دارت الخدمة اللي مطلوب منها، والسيد خلص سعيدة اللي هي الوسيطة.
سعيدة عطات الفلوس الأحلام وتقاسمت هي وياها وعطاتها المبلغ ديالها، حيت هذيك مولفة معاها كتجيب ليها البنات وكتعطيها داكشي اللي بغات ضروري. ولكن أحلام عودت على زينب، قالت لها بأنها أسرة ضعيفة وما عندهاش. زينب رجعت عند سعيدة باش تاخد رزقها، النصيب ديالها من الخطيئة اللي دارت في حياتها. سعيدة بدات كتماطل، سيري حتى الغدا، السيد مازال ما خلصنيش، راه وقع مشكل في الحساب. يوم ورا يوم زينب عاقت ومشات سولات الكليان اللي كانت بايته معاه بطريقتها الخاصة، وتأكدات بلي سعيدة شدات الفلوس كاملة وضرباتها فيها. سعيدة قررت تاكل عرق البنت وتضحك عليها، واستغلت الضعف ديالها وأنها ما تقدرش تشكي لشي حد. هنا زينب تحولت من ضحية لوحش. نهار الجريمة في الصباح بكري، زينب هزات موس من دارهم وخباتو في جنابها من تحت الجلابة ديالها، ومشات دقت على سعيدة. لقات الباب محلول كيف العادة، باب هادوك الناس ما كيتسدش. دخلات وواجهتها لآخر مرة، قالت لها خالتي سعيدة اعطيني فلوسي دابا ولا غتوقع شي مصيبة. سعيدة بديك العجرفة ديالها وبحكم انها مولفة كتحكم في البنات ضحكت عليها باستهزاء. سيري البرهوشة، ما عندك ما تدي مني وما عندك ما تصوري وجهدك ديريه. بقات كتعايرها وكتقول لها كلمات اللي جرحتها بزاف وما قدرتش تستحملها. هاد الكلمات كانت هي الضوء الاخضر للشيطان ديال زينب. بلا ما تشعر جبدات الموس وهجمت عليها وجهت لها طعنه وحده وقويه للقلب، طعنه ديال الغل وديال الحلم اللي تسرق منها. سعيده طاحت كتغرغر في دمها. زينب وهي كتشوف فيها كتموت تفكرت بلي خسرات شرفها وخسرات الفلوس. شنو دارت؟ بسرعه سلتات ليها الخواتم من صبعها وحيدات ليها القرميط اللي في عنقها باش تعوض الخساره الماديه اللي وقعت ليها، وخرجت كتجري قبل ما يفيقوا الجيران. زين مسكينه كانت ضحيه ديال سعيده، كانت ضحيه ديال مجتمع فاسد. زينب اعترفت بكل التفصيل في الجريمه. المحكمه كانت صارمه بطبيعه الحال رغم الظروف الاجتماعيه، تحكم عليها بالسجن المؤبد. سعيده ماتت بسبب الطمع والحقره وكلات فلوس الحرام وخلصتهم بدمها. زينب مسكينه ضيعت شبابها وحياتها في الحبس بسبب ليلة الطمع. الفقر عمره ما كان مبرر للجريمة، والطريق العوجة كتبدا بهمزة وكتسالي بكارثة. سعيدة كانت كتحساب راسها ذكية وواعرة، نسات بلي الظلم ظلمات وبلي القط الا زيرتيه في ركنه كيقمش الناس. اما زينب فهي عبرة لكل بنت كتظن بلي الجسد طريق سهل للثراء. الطريق السهل ديما فيه بياج وفيه الغالي بزاف. الله يسترنا ويحفظ وليداتنا وبناتنا من شر الخلق. آراءكم في القصة كتهمني بزاف. واش تعاطفتوا مع زينب ولا القانون فوق الجميع؟ زينب مسكية كانت ضحية. كنتمنى انكم تكتبوا لي في التعليق ديالكم الآراء ديالكم في القصة. اذا كان كيعجبكم هذا النوع ديال القصص فانا كنتمنى يقدرني الله ونعطيكم اكثر واكثر فيه. شكرا لكم بزاف بزاف من القلب الخالص على حسن المشاهدة ديالكم، على تعليقاتكم، على الحب ديالكم اللي كيوصلني عبر الرسائل. حتى لهنا كنكون هي قصة اليوم. شكرا لكم وحتى نلقاكم في قصة أخرى من القصص الشيقة في قناتي. انتظروني، مع السلامة.